كل يوم كلنا بنسلم على بعض بتحية الإسلام. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس يا ترى انت تعرف هو مين أصلا أول واحد قال الكلمة دي واللي لحد دلوقتي احنا بنستخدمها من 1445 سنة؟ أهو ده بقى بطل قصتنا، أول واحد ألقى التحية على الرسول، أبو ذر الغفاري. في وادي ودان كان في قبيلة موجودة اسمها غفار. غفار دي بقى عاملة كده زي قناة السويس في مصر، كانت كل قوافر قريش اللي رايحة الشام تعدي على غفار. المشكلة انهم بدل ما يعملوا زي قناة السويس ويخلي القوافل بتاعت قريش دي تدفع لهم فلوس علشان هما بيعدوا عليهم، لا دول كانوا بيسرقوهم اصلا. حاجة غريبة يعني قدامهم ان هما ياخدوا فلوس بالحلال قرروا ان هما ياخدوا فلوس بالحرام، سبحان الله. عموما كان في واحد اسمه جندب ابن جنادة. انا عارفة هو اسمه غريب حبتين، بس هو كان ملقب بأبي ذر. عموما الراجل ده ربنا هداه وكان عقله كبير كده وكان بيكره عبادة الأصنام جدا، وشايف ان ده تخلف في العقل وتفاهة في العقيدة، وانه نفسه يكون في دين كده حلو جديد منطقي يخليه يحس ان يعني انا ماشي في الطريق الصح. ولحسن الحظ بعد فترة مش طويلة قوي من الفكر اللي كان في دماغه ينتشر خبر ان في نبي موجود في مكة. ابو ذر عرف ساعتها ان هي دي الفرصة لكشف الحقيقة. كده كده الحقيقة واحدة زي ما كنا بيقول. راح جه وقال لاخوه انا بصراحة كده عايز منك مصلحة، الصراحة انا عايزك تروح مكة وتتحقق من موضوع النبي ده، ويا ريت تقولي هو بيقول ايه، ابقى معاك كده على الخط يعني وافهم. قال له من العندي قبل العندي، ماشي انا ما عنديش مانع اروح مكة واقولك على كل حاجة. والفعل أخو أبو ذر راح مكة عشان يتحقق من أمر الرسول ده. وبعد فترة رجع فسأله أبو ذر بلهفة شديدة جدا، فقال له والله أنا قابلت واحد بيدعو لمكارم الأخلاق وبيقول قول زي الشعر كده وبس كده. فراح قال له يعني أنا موديك، أبو ذر قال له يعني أنا موديك مكة ومسفرك عشان تروح تقولي الكلمتين دول؟ طب الناس بيقولوا عنه إيه هناك؟ فقال له أخوه بيقولوا ده ساحر، وفي ناس بتقول تانية ده شاعر، وفي ناس بتقول ده كاهن، وفي ناس حاجة تانية بتقول ده مجنون. فراح قال له أبو ذر والله انت ما عملتش اي حاجة من اللي انا عايزه، طب تعرف تعتني بأولادي لحد ما اجي من مكة؟ فراح قال له اعرف. راح قال له طب تمام حلو قوي، انا هسافر انا مكة واتحقق انا من الموضوع ده بنفسي. فقال له ماشي بس خد بالك من اهل قريش كويس قوي. وفعلا حضر حاجته أبو ذر، واول ما وصل لقريش ما كانش عارف يسأل مين أو يعمل إيه، لأنه كان عارف إن قريش بتكره المسلمين وبتكره أي حد بيسأل حتى عن الإسلام، فما كانش عارف يروح يسأل أي حد لأنه ممكن يكون في صفه أو ممكن يكون عدوه. فقعد كده يدور مع نفسه على أمل إنه يلاقي أي دليل يقدر يتبعه أو يتبع الدليل ده لحد ما يعرف هو فين الرسول. فراح قعد في مسجد بالليل، ولحسن الحظ دخل عليه علي بن أبي طالب. انت شكلك راجل غريب عن هنا، انا بقول تعالى بات معايا. ابو ذر معاه وفعلا بات في بيته، ومشي الصبح وبرضه على امل انه يلاقي اي دليل، بس ملقاش اي حاجة فرجع المسجد تاني زي امبارح. وبرضه مر عليه علي بن ابي طالب فقال له هو انت تايه عن بيتك؟ اقول لك تعالى بات معايا النهارده كمان. فراح ابو ذر معاه وبات معاه يوم كمان، ومحاولش ابو ذر ان هو يسأله عن اي حاجة لانه هو كان خايف منه، خايف يعني لحسن يأذيه لو سأله عن حاجة عن المسلمين، لأن أصلا أهل قريش معروفين إن هم عناف وناس بتضرب كده وما بتفكرش في أي حاجة، بتضرب وخلاص. فراح عليه سأله كده وهو قاعد معاه هو أنت جاي مكة ليه أصلا؟ فأبو ذر هقولك بس بشرط توعدني وعد رجالة إنك تساعدني وما تعنفش معايا. فقال له ماشي وعد مفيش مشكلة يعني. فقال له أبو ذر والله أنا جاي عشان سمعت إن في نبي وأنا بصراحة كده عايز أشوفه. فرح جدا علي بن ابي طالب وقال له طب ما قلتش كده من بدري ليه يا اخي، ده فعلا في نبي وعمل كذا وكذا، وقعد يحكي له عن الرسول كتير قوي. وده خلى ابو ذر يحس ان هو متشوق اكتر ان هو يقابله كمان. فراح قال له طب انا عايز اروح، تقدر توديني؟ راح قال له ماشي انا هوديك عنده، بس بشرط انك تفضل ماشي ورايا، ولو وقفت اقف معايا، لان وقفاني ده معناه ان في حاجة خطر في الطريق، لان اوعى تنسى ان قريش يعني قاعدة معانا، في حاجة خطر في الطريق وقف معايا ما تعملش اي حاجة. فراح قال له ماشي، هو في ابسط من كده حاجة؟ وفعلا مشي وراه لحد ما وصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاول ما دخل على الرسول قال له السلام عليكم يا رسول الله. فقال له الرسول وعليك سلام الله ورحمته وبركاته. ساعتها كان أبو ذر أول واحد حيا الرسول بتحية الإسلام، وبسببه انتشرت التحية دي لحد يومنا هذا.
وساعتها قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه القرآن وأسلم على طول. وفي أقاويل بتقول إن هو كان رابع واحد يأسلم، وفي أقاويل تانية بتقول لأ ده كان خامس واحد أسلم. بعد بقى كل ده رسول الله راح قال لأبو ذر: لا تخبر بإسلامك أحد في مكة فإني أخاف عليك أن يقتلوك. فراح أبو ذر قال له: طب والله ما أنا ماشي في مكة إلا وأنا قايل لقريش كلها إن أنا أسلمت. فراح سكت الرسول وما قالش حاجة. بصراحة أنا معرفش ليه سكت الرسول، بس أكيد في سبب للموضوع ده. بس الكلام بتاع أبو ذر ده كان حقيقي مش هزار، هو فعلا كان عايز قبل ما يمشي من مكة يقول لقريش كلها إن هو أسلم، وفعلا ده حصل. راح أبو ذر في مجموعة من أهل قريش عمالين بيحكوا كده يعني، وراح وقف في النص وقال: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعلى طول طبعا كل المجموعة قامت تضرب فيه لحد ما الراجل اتنفخ ضرب. يعني مجموعة فيها 10-20 راجل بيضربوا في راجل واحد بس، يعني أكيد يعني الراجل ده كان هيموت أصلا من كتر الضرب. هي حركة مش رجولة خالص إن يبقى 10 ولا 20 واحد بيضربوا في واحد بس قريش بقى. ولحسن الحظ كان العباس اللي هو عم الرسول كان بيمر كده فشافهم هما بيضربوا فيه، فراح ناطط عليه عشان يحميه وقال لهم: يا جماعة الراجل ده من بني غفار اللي معلش يعني قوافلكم بتعدي عليه، اتقوا بقى الله شوية علشان تجارتكم تعدي بسلام. فراحوا كده قعدوا يفكروا بسرعة وراحوا سايبينه، والحمد لله يعني الراجل نجي من ايديهم. طبعا لما رسول الله شاف اللي حصل في أبو ذر وكمية الضرب اللي اتضرب فيه، فراح قال له: ألم أنهك عن إعلام إسلامك؟ فقال له أبو ذر: يا رسول الله كانت حاجة في نفسي فقضيتها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحق بقومك وأخبرهم بما رأيت وما سمعت وأدعهم إلى الله لعل الله ينفعك بك ويؤجرك فيهم، فإذا بلغك أني ظهرت فتعال إلي. وكلمة إذا بلغك أني ظهرت ده معناه إن أنا يعني أعلنت إن أنا خلاص، إن أعلنت للمسلمين يعني، أو قلت إن المسلمين خلاص طلعوا. وفعلا راح أبو ذر وخلى أهله كلهم يأسلموا، وأغلب بني غفار دول أسلموا كمان. والرسول في المدينة قال: غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. وفي حكاية تانية برضو لازم أحكيها لكم لأنها معبرة قوي. في مرة واحد دخل على بيت اللي هو أبو ذر ده، فلقى ما عندوش حاجته أو حاجته مش موجودة، فقال له: يا أبا ذر أين متاعك؟ يعني فين حاجتك؟ فقال له: لنا بيت هناك نرسل إليه صالح متاعنا. وأصدب لنا بيت هناك دي يعني الآخرة، يعني لنا بيت هناك اللي هو لنا بيت في الآخرة بنرسل ليه متاعنا. فراح قال له الراجل: ولكن لابد من متاع ما دمت في هذه الدار. وقصده في هذه الدار قصده بيها الدنيا، يعني المفروض انت يكون عندك حاجة طالما انت لسه في الدنيا. فراح قال له: لكن صاحب المنزل لا يتركنا فيه. وبرضه قصده بصاحب المنزل اللي هو ان انا هموت لا يتركنا فيه، يعني اللي هو ربنا كده كده هياخدني من الدنيا، فانا ليه احط متاعي في الدنيا، نحط متاعي في الاخرة. فبارك الله في ابي ذر. هي قصته شبه قصة سلمان الفارسي لان هو برضه كان بيبحث عن الحقيقة، بس طبعا سلمان الفارسي تعب قوي، يعني تعب اكتر كمان من ابو ذر. برضه هسيب لكم الفيديو بتاع سلمان الفارسي يعني في الاخر لان هو فيديو جميل قوي، هسيبها لكم. وبس كده خلصت الحدوته. وما تنساش تشارك الفيديو ده مع حد انت بتحبه، بيشرفني اوي اشتراكك. وبس كده، شكرا.